ليس الغريب غريب مات رؤوف وأمير من الغرق في ليلة حين هطل المطر على قرية، أطفال هم في سن العاشرة رموه بأحجار طفولة فرماهم باللحد والكفن. قال رؤوف أباه محدثا حين سقطت بالوحل إلى الماء يا أبت، رآني أمير فمد يد العون لي لينقذني، فإذا بالماء يغمرنا ونحو الموت يسحبني، فحاولت الغوص جاهدا ولكن من الموت ينقذني، فعلمت أن الموت قد دنا فسلمت أمري للقدر. فاعذريني يا أماه فاعذريني يا أماه واعذرني يا أبتي، لأني لم أسمع كلامكما وسرنا نحو الماء على عجل. فلا تحزني يا أماه ولا تحزن يا أبتي، فكلانا شهيد وحور العين تطلبني. عفوا أبتاه فقد سمعت صراخك حين حميد أخرجني، ولعل أمير أخي في حضن إبراهيم لم يسمعه، فقد طممتني بعد الخروج من الماء وكنت ترعشني، وناديت بأسمائنا بصوت اليأس والحزن، وسارعت إلى الطبيب لينقذنا ولكن القبر ينتظرني. فداوم على الحلق ولا تقنط يا أبت، فغدا يبدلك الله غيرنا من النسل والولد. فقد جئتك بالذنب معترفا يا أبت، فادع لنا الله وأرجو أن تسامحنا. فأجاب الأب أحمد بالدمع على الخدود مترفة وداعا رؤوف، فحزني على أمير يقتلني، وفؤاد أمك بفراقكم بات محترقا، والدار والدنيا بعدكم لم تسعني، فكيف نعيش والموت سلبكم منا مبتعدا. فيا ليت الماء مثلكم يغرقني، وداعا بني فأنتم شفعاء لنا من الله طلبا، وأسأل من الله بكما يوم الحشر يجمعنا. نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغ غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلف من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا عليه